السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك وقفت مع نفسك وسألت ليه شخصيتي عاملة كده؟ ليه بخاف أسرح عن مشاعري؟ ليه بتوتر بسرعة؟ الحقيقة إن في جزء كبير من اللي أنت عليه دلوقتي متسجل من زمان جدا، من أيام ما كنت طفل صغير. الطفولة مش فترة عدت، لأن دي لسه عايشة جواك. طيب، هل الطفولة بتشكل حاضرنا؟ أول نقطة معانا النهاردة هي طريقة التربية بتساوي صورتك عن نفسك. يعني لو اتربيت في بيت كله نقد، غالبا بقيت شخص بتشك في نفسه. لو اتربيت في بيت كله تشجيع، بقى عندك ثقة في قدراتك. الأهل هم أول مراية بتشوف نفسك فيها، ولو المراية دي كانت مكسورة، صورتك عن نفسك اتكسرت معاها. تاني نقطة معانا النهاردة هي الاهتمام والحب. الطفل اللي محصلش على اهتمام كفاية وهو صغير، بيكبر وهو جعان اهتمام. ممكن يبقى شخص متعلق زيادة، أو شخص بيبعد عن الناس لأنه اتعود محدش يهتم. الحب في الطفولة مش رفاهية، ده بيبني مخ الطفل حرفيا. تالت نقطة معانا النهاردة هي الخوف والتوتر. لو عشت في بيت كله خناق وصوت عالي، جسمك اتبرمج ان الحياة خطر، فبتلاقي نفسك بتتوتر بسرعة من أقل حاجة. مش لأنك ضعيف، لأن جهازك العصبي اتشكل في بيئة مضغوطة. النقطة الرابعة اللي معانا النهاردة هي العلاقات اللي شفتها بتتكرر. احنا بنكرر اللي شفناه، حتى لو ما حبناهوش. لو شفت اهلك بيهينوا بعض، هتفتكر ان ده طبيعي. لو شفت حب محترم، هتدور عليه وانت كبير. احنا نسخة محسنة او مشوهة من اول علاقة شفناها. النقطة الخامسة اللي معانا النهاردة هي جروح الطفولة، وازاي بتظهر دلوقتي. الطفولة اللي انت ما اتعالجتش منها بتتسرب للشخصية. جروح زمان بتبان في العصبية، التعلق، الخوف من الرفض، حب الكمال، الانعزال. الموضوع مش ضعف، ده طفل صغير جواك لسه مستني حد يطبطب عليه. طيب، ايه الحل؟ ازاي نصلح اللي فات؟ مش معنى ان الطفولة أثرت ان حياتك اتقفلت، لان في 3 خطوات مهمة لازم نتبعها. اول حاجة الاعتراف. اعرف مين أثر فيك وازاي. افصل، قول لنفسك ده كان زمان وانا دلوقتي مختلف. عدل، غير ردود افعالك واحدة واحدة، ومع الوقت بتصنع نسخة جديدة منك. في النهاية، شخصيتك مش لغز، دي قصة، وقصتك بدأت زمان، بس نهايتها لسه في ايدك. في نهاية الحلقة، شكرا على حسن الاستماع، ولو عجبتكم الحلقة ديت ادعموني بلايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقة جديدة ان شاء الله.